ازيكم عاملين ايه؟ انا ريهام من جوستو فود. النهارده الوصفه بتاعتنا عن المولتن كيك. معانا 115 جرام من الشوكولاته، عليهم 110 جرام من الزبده. هندخلهم الميكرويف على 50 ثانيه يسيحوا، وبعدين هنقلبهم كويس مع بعض. المولتن كيك او اللافا كيك او الكيك المنصهر، ناس كتير قوي بتحبها وبتطلبها كتير في الكافيهات، بس النهارده بقى احنا هنعملها في البيت بطريقة حلوة ولذيذة. بس المهم نمشي على الخطوات بالظبط والمقادير اللي انا قايلها في الفيديو، وان شاء الله يطلع معاكم احلى مولتن كيك. تمام، هنركنه على جنب ونجيب البولة التانية. هنحط ربع كوباية من السكر وعليها فانيليا. انا بصراحة الفيديو ده اول فيديو صورته، وفي فيديوهات تانية انا نزلتها. انا ما كنتش حابة انزل اي حاجة بسبب اللي حاصل في فلسطين. ربنا يكون في عونهم يا رب ويتولاهم وينصرهم بإذن الله. أنا هنا حطيت بيضتين وصفار بيضة. تمام. صفار البيضة دي زيادة من عندي. يعني هنشوف هتعمل ايه في الكيك نفسه، في المولتن كيك لما تستوي. تمام. هنضرب بقى كويس لحد ما يفتح اللون. تمام معانا زي ما انتوا شايفين كده. اللي اكتشفته ان المولتن كيك في الكافيهات مش بتبقى اللي هي اللي انا بعملها دي في الفيديو خالص، لا بتبقى كيك عادي غنية، يعني كيكة غنية كده وبيفتحوها من النص ويحطوا فيها شوكولاتة. احنا يعني اشتغلنا المولتن كيك دي سنين، ما كناش نعرف ان بتاعة الكافيهات عبارة عن كيك وبيحطوا فيها صوص النوتيلا او كده. دلوقتي انا نزلت الشوكولاتة بتاعتنا اللي عملناها مع الزبدة، وهنضرب كويس كده بالمضرب. تمام، هنقلبها كويس وبعدين نجيب المضرب ونضرب بيه. وانا هحط دلوقتي ربع كوباية من الدقيق وعليها رشة ملح. يبقى عندنا هنا السكر ربع كوباية، قده بالظبط الدقيق برضو ربع كوباية. تمام، وعليه رشة ملح. ما بنستخدمش بيكنج باودر خالص في المولتن كيك. تمام، هنضرب بالمضرب بقى لحد الخليط كله ما يتجانس مع بعض. خلينا نستمر في دعمنا لفلسطين، ان احنا نشير كل حاجة بنشوفها، اي حقيقة بنشوفها لازم نشيرها والعالم كله يشوفها، عشان اللي بيحصل فيها ده بجد من ابشع الحاجات اللي بتمر على الانسان. القالب بتاعنا هنا مدهون زبدة ودقيق. تمام، هنفضيه على الاتنين بولة كده، ممكن تعمله على 3. انا فضيته على 2، بس هو ممكن نعمله على 3 لان هو اكتر من ان هو يجي في 2. تمام، وهندخله الفرن 10 دقايق ل12 دقيقة، مش اكتر من كده، ما يزيدش عن 12 دقيقة في الفرن يا جماعة. وده بعد ما طلع معانا من الفرن وانا بقلبها حصل ان هي انصهرت. بس هو ده المطلوب اثباته، ان احنا محتاجين المولتن بتاعتنا تبقى غرقانة كده في الصوص اول ما نقلبها او اول ما نفتحها. انا ملحقتش اقلبها الصراحة وراحت عملت كده، بس هي تحفة وجميلة وتستحق التجربة. وعايزة اقول لكم حاجة، ان الصفار البيضة خلت الكيكة ناعمة احلى كتير. سلام.